العطاء الزيادة حب ولا خوف؟ لو بطلتوا تدوا زيادة أسبوع واحد بس، في علاقات ممكن تتهز. والحقيقة ده مش معناه إنكم قللتوا، معناها إنها كانت واقفة عليكم لوحدكم. خلونا نهدى لحظة. إحنا دايما بنسمع إن اللي بيدي أكتر هو اللي قلبه أطيب، هو اللي بيحب بجد، هو اللي بيستحمل. وده ممكن يكون صحيح بس مش دايما. السؤال الحقيقي النهاردة، إحنا بندي علشان بنحب ولا بندي علشان خايفين؟ في فرق ضخم قوي بين الاتنين، بين العطاء وانتم مرتاحين والعطاء وانتم قلقانين. من بره الاتنين شبه بعض، اهتمام، مجهود، تضحية، بس من جوه واحد حب والتاني خاف. خلوني اديكم مثال بسيط. في حد دايما اول واحد بيعتذر حتى لو مش غلطان، اول واحد بيبعت، اول واحد بيسامح، اول واحد بيعدي. من بره شكله شخص كريم، بس من جوه ممكن يكون شخص خايف جدا. خايف العلاقة تتهز، مش تنتهي بس تتهز. خايف لو ما ضغطش على نفسه شوية يتقال عليه اتغير أو بقى أقل اهتمام. وهنا لازم نقلب الفكرة. احنا متعودين نقول العطاء الكتير دليل حب. طب اسألوا نفسكم، لو الحب محتاج مجهود زايد طول الوقت علشان يفضل ثابت، هو ده أصلا حب ولا نظام دعم واقف على كتف واحدة بس؟ العلاقة الصحية ما بتقعش أول ما تهدوا شوية. الشخص اللي بيحبكم مش مستنيكم تثبتوا نفسكم كل يوم. لو العلاقة واقفة على إنكم بتدفعوا أكتر وتتنازلوا أكتر وتتحملوا أكتر، أول ما تهدوا تبدأ تضعف. وساعتها المشكلة مش إنكم قللتوا، المشكلة إن الميزان كان باين من الأول أصلا. خليني أقول حاجة واضحة جدا، إحنا مش بنقول بلاش تدوا ولا بنشجع البخل ولا القسوة. العطاء قيمة جميلة جدا، بس الفرق بين العطاء علشان أدي بحب وأدي علشان خايف أتساب فرق كبير جدا. خلونا نبص للجسم، لأن الجسم عمره ما بيكذب. لما تدوا وانتم مرتاحين بتحسوا باتساع، بنفس أوسع، هدوء داخلي. حتى لو تعبتوا شوية يبقى تعب له معنى. لكن لما تدوا وانتوا قلقانين، الجسم بيشد، الكتاف بتعلى، المعدة بتقفل، التفكير يفضل شغال. هو كده كفاية؟ طب أعمل إيه تاني؟ العطاء من حب بيسيبكم أقوى، العطاء من خوف بيسيبكم مستنزفين. خليني أشارككم حاجة من تجربة شخصية. في فترة من حياتي كنت فاكرة أن الكرم الزيادة ده قوة. كنت دايما اللي تقول معلش، اللي تعدي، اللي تدي فرصة كمان، واللي بعدها فرصة تانية وتالتة ورابعة. ولما كنت بقلل مجهودي كنت بخاف، مش خوف أن الشخص يمشي، خوف أني أنا أبان أقل أو يتقال عليا اتغيرت. لحد ما فهمت الجملة قلبت لي المعادلة. الحب مش محتاج إثبات مستمر. الجملة دي بسيطة، بس لما تستوعبوها بتفك اشتباك داخلي كبير جدا. لو العلاقة محتاجة انكم تفضلوا بتثبتوا نفسكم كل اسبوع، يبقى هي مش مستقرة. وده مش هجوم على الحب، ده دفاع عن اتزانكم. في ناس هتقول بس انا كده طبيعي. طبيعي أدي جميل جدا، بس اسألوا نفسكم، لو قللتوا 20% بس هتحسوا براحة ولا هتحسوا بذنب؟ الإجابة دي بالذات هي اللي هتكشف الحقيقة. خلوا عندكم القاعدة دي الأسبوع ده. اختبروا عطائكم بالإحساس بعده. لو بعد ما تدوا تحسوا باتساع وبهدوء، كملوا. لو بعده بتحسوا باستنزاف وقلق، قللوا. ده اختبار بسيط لكنه صريح. جربوا تجربة صغيرة، موقف واحد بس كنتوا هتضغطوا نفسكم فيه علشان تراضوا حد. وقفوا لحظة، اسألوا نفسكم، أنا بعمل ده علشان عايز ولا بعمل ده علشان خايف؟ وجربوا تقللوا شوية من غير ما تقفلوا قلبكم. العطاء يا جماعة مش يا أبيض يا أسود، مش يا كله يا مفيش. نقدر نقلل من غير ما نبقى قاسيين. لو العلاقة اتهزت بمجرد ما خفتوا مجهودكم، يبقى كانت واقفة عليكم أكتر ما هي واقفة عليكم سوا. ولو فضلت ثابتة، يبقى كنتوا شايلين حمل مش بتاعكم أصلا. النضج مش إننا ندي أكتر، النضج إننا نعرف إحنا بندي ليه. لما العطاء يبقى اختيار مش محاولة نجاة، ساعتها بس يبقى حب حقيقي. قبل ما نختم عايزاكم تكتبولي، أنا بخاف أتساب من مين وأنا عايز أدي فعلا لمين. واكتبوا من غير تجميل. السؤال ليكم النهاردة، لو بطلتوا تدوا زيادة مين هيفضل؟ اكتبولي، هل عطائكم غالبا اختيار ولا محاولة أمان؟ قوتنا في خطوتنا.